اهلا وسهلا بحضراتكم. هنتكلم في فيديو النهاردة عن مرض الجلد العقدي. وطبعا مرض الجلد العقدي ده مرض فيروسي بيصيب الأبقار وبينتشر وبينشط الفيروس في فصل الصيف. فطبعا احنا دلوقتي حاليا في فصل الصيف، فقلنا نعمل فيديو لحضراتكم علشان خاطر نتكلم عن مرض الجلد العقدي. وطبعا المرض ده اللي بيسببه فيروس من عائلة جدري الأغنام أو من عائلة الجدري. وطبعا ده السبب الأساسي والرئيسي في إصابة الأبقار بهذا المرض. والمرض ده طبعا ظهر في مصر في سنة 88 وسبب خسائر كتيرة. و 2018 برضه أصاب يعني مجموعة من محافظات مصر وسبب فيها برضه خسائر. فطبعا هو مرض بيسبب خسائر اقتصادية كبيرة. فاحنا النهاردة هنتكلم عن الأعراض اللي بتظهر على الحيوان نتيجة الإصابة بهذا المرض، وهنتكلم عن طرق انتقال المرض، ازاي المرض ده بينتقل من الحيوان المصاب إلى الحيوان السليم، وإيه هي طرق نقله. وهنتكلم عن العلاج، وآخر حاجة هنتكلم عن الوقاية من هذا الفيروس أو هذا المرض. وطبعا ديت هتبقى أهم نقطة، كيف أقي حيواناتي من الإصابة بهذا الفيروس. طبعا رقم واحد احنا قلنا السبب في الإصابة بالجلد العقدي. هنتكلم عن تاني حاجة وهي الأعراض اللي بتظهر على الحيوان المصاب بفيروس الجلد العقدي. طبعا أول حاجة بنقول إن بيظهر ارتفاع في درجة حرارة الحيوان قد تصل إلى 42 درجة مئوية. بنلاقي الحيوان عنده فقد في الشهية، مش مقبل على الأكل. ثالث حاجة بنلاقي إن الحيوان كسلان وغير قادر على الحركة وغير قادر على المشي. بنلاقي طبعا عقد جلدية، وديت أهم ما يميز مرض الجلد العقدي. بنلاقي عقد جلدية على جلد الحيوان من بره، بثور كده مليئة بالسوائل موجودة ومنتشرة على جلد الحيوان. علشان كده سمى هذا المرض بمرض الجلد العقدي، لأنه بيعمل عقد جلدية على جلد الحيوان الخارجي. وطبعا من ضمن الأعراض برضو بنلاقي سيلان في الفم وسيلان في الأنف وزيادة في إفرازات العين وإحمرار العين. كل ديت أعراض طبعا بتظهر على الحيوان المصاب بمرض الجلد العقدي. طبعا لو حضراتكم لاحظتم ان احنا لما نيجي نتكلم عن الامراض الفيروسية ونتكلم عن اعراض الامراض الفيروسية، تقريبا كل هذه الامراض اللي هي الحمى القلعية او الواد المتصدع او الجلد العقدي او جدري الاغنام او طاعون الاغنام، كل دي تعتبر امراض فيروسية. لما نيجي نتكلم عن الاعراض اللي بتظهر على الحيوان هنلاقيها كلها ارتفاع في درجة حرارة، ونلاقي سيلان في الفم وسيلان في الأنف، ونلاقي كسل وعدم شهية وعدم إقبال على الأكل. طبعا بس كل مرض من دول بتميزه علامة معينة. هنلاقي مثلا في الجلد العقدي زي ما قلت لحضراتكم بيظهر على جلد الحيوان من الخارج عقد مليئة بالسوائل. علشان كده هذا العرض ميز مرض الجلد العقدي بالشكل اللي احنا اتكلمنا فيه ده. هنلاقي ان الحمى القلعية، وبرضه هي اتسمت حمى قلعية لانها هي بتقتلع حافر الحيوان، ولهذا السبب اتسمت حمى قلعية. وطبعا اهم ما يميز العرض بتاع الحمى القلعية بنلاقي بثور في فم الحيوان، وفي التهابات في حافر الحيوان. تعتبر ديت من أهم الأعراض اللي بتميز الحمى القلعية. الوادي المتصدع برضو هنلاقي إن بيبقى فيه إسهال شديد في الحيوان وريحته كريهة جدا. فاحنا هنلاقي إن الأمراض الفيروسية تقريبا أعراضها كلها واحدة، ولكن كل مرض من دول بيميزه علامة أو بيميزه ظاهرة مختلفة عن التانية. طبعا ديت الأعراض اللي بتظهر على الحيوان. فاحنا علشان خاطر
نعالج الأعراض ديّة بندّي خوافض للحرارة، وبندّي مضاد للالتهابات، وبندّي مسكن للآلام، وبندّي مضاد حيوي علشان عدم يعني نشاط البكتيريا ويحصل إصابة ثانوية للحيوان وتضعف مناعته. وطبعًا لو ضعفت حالة الحيوان زي ما قُلت لحضراتكم قبل كده، إن بتنشط البكتيريا الضارة الموجودة في جسم الحيوان وتأثّر عليه، ولا قدّر الله ممكن الحيوان ينفق. طبعًا المرض بتاع الجلد العقدي نسب النفوق فيه بتبقى نسب قليلة، بتتراوح من 2% إلى 3 أو 4%، فديّة نسب نفوق قليلة. ولكن الخسائر الاقتصادية الكبيرة اللي بيسببها مرض الجلد العقدي في قلة إنتاج اللبن وقلة إنتاج اللحم، وبرضه الجلد بتاعه يعني بيبقى سيء. فحتى لو في حالة إن إحنا فيما بعد لو ذبحنا الحيوان، الجلود ديّة بتخش في في الدباغة وفي صناعة المنتجات الجلدية. فجلد الحيوان المصاب بالجلد العقدي بتبقى رديئة جدًا ولا تستخدم، وبتصنف تصنيف عاشر، وبتبقى سيئة جدًا في الاستخدام. فهو بيسبب خساير اقتصادية كبيرة جدًا. زي ما قُلت لحضراتكم إن نقص شديد في إنتاج اللبن، يعني لو الحيوان بينتج مثلًا 20 أو 25 كيلو لبن، بينقص بنسبة 50%، يعني النُص على طول. طبعًا مع انتشار المرض لا قدّر الله في مزارع كتير وأصاب أعداد كتيرة، فده معناه إن الإنتاج العام بيقل بنسبة 50%، وده بيأثّر طبعًا على المنتجات والمشتقات اللي طالعة من الألبان اللي هي الجبن. وطبعًا برضه لو بنتكلم على حيوان لحم، نسبة اللحم بتقل في السوق، وكل ده في النهاية بيقل المعروض من المنتجات في الأسواق، و بيعلى سعر المنتج طالما العرض قليل والطلب عليه كتير. فعشان كده بنقول لحضراتكم إن إحنا لازم ناخد بالنا كويس أول ما الحيوان تظهر عليه هذه الأعراض. لازم نتعامل معاه على طول بسرعة، علشان خاطر لو إحنا صبرنا على الحيوان بتبدأ البكتيريا الضارة تنشط وتنمو وتسيطر على الحيوان، ويبقى صعب إن إحنا نعالجه في المراحل المتقدمة لو البكتيريا والميكروبات سيطرت على الحيوان. فديت تعتبر العلاج بتاع أعراض الحمى القلعية. طبعا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، احنا بنعالج فقط الأعراض اللي بتظهر على الحيوان المصاب بأي نوع من أنواع الفيروسات، ولكن الفيروس بالذات احنا بنحصن ضده، ملوش أي علاج، لأن انتوا عارفين إن الفيروسات بيبقى موجود في الخلية الحيوانية في الداخل، ومفيش لحد دلوقتي أي علاج تم اكتشافه للقضاء على هذه الفيروسات.